قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك ان الفيلم النهارده مختلف يا صديقي. من غير مقدمات كتير خلينا نخش في التقيل. كل اللي عليك تصبر في البدايه علشان تستمتع بالنهايه. والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. هو بيبدا الفيلم بالظابط ايمان بيروح للظابط كونيل وده ظابط في الجيش الهندي. بيقول له اقعد يا ايمان. اللي يجيب ظابط داخليه لمنطقه جيش. بيقول له جاي اشتكي لك من ظابط في رجالتك يا فندم. كولونيل بيعرف مين هو الظابط اللي معاه المشكله وبيقول له كمل. بيقول له كنت قاعد في امان الله وجاني بلاغ من بار. رحت هناك لقيت شباب كتير متصابين والمكان متدمر بالكامل. بيقول لمدير المكان هو ايه اللي حصل. بيقول له مستحيل يا فندم تصدق اللي حصل. في واحد جوه ضرب 10 وكسر المكان بالكامل. بيقول له اللي هو ازاي يعني. بيقول له يا فندم شخص واحد ضرب 10 اشخاص لوحده. بيخش جوه بيلاقي المكان متكسر ومفيش حد موجود الا الوحش العنيف الولد المخيف. هالولد التي بقدراته مستعد يقف ضد جيش. الظابط بياخده على الاسم وبيقول له قول لي بقى ليه ضربت الشباب في البار. بيقول له اتضايقت شويه فضربتهم. بيقول له علشان اتضايقت تضرب في الناس وكمان مش اي حد بتضرب ابن الوزير واصحابه. بيقول له ان شاء الله يكون ابن الرئيس لو ضايقني هحط عليه. بيقول له ايه اللي عكر مزاجك يا سعاده الباشا. سوريا بيميل لورا وبيبدا يحكي له اللي حصل. كان قاعد وفي امان الله مره واحده البنت دي خبطت في الشاب ده. بتقول له ما تفتح يا عمش وبتدلق العصير على دماغه. بتروح عند سوريا وبتخبط فيه وبتسيبه وتمشي. بيقول لها على فين اعتذري لي الاول. بتقول له انت زعلان ليه لما بطايه بلدي زي تخبط فيه المفروض تشكرني مش هعتذر لك. بيقول لها ما بحبش البط دمه تقيل على قلبي احسن لك اعتذري لي فورا. بتقول له خلاص انا اسفه. بيقول لها يلا غوري من هنا. والشاب اللي دلقت على دماغه العصير بيكون في منتهى السعاده وبيشكر سوريا على اللي عمله. والبت بتروح تجيب حبيبها اللي هو ابن الوزير. بيقول له انت مين يا الظاهر انك من جنوب الهند جاي تعمل ايه هنا عندنا المكان ده مش مكانك. فبيخبطوا بوكس بيوقع صف اسنانه في ايده. بيقول له سواء في الجنوب في الشمال في الشرق في الغرب اسمي سوريا وبيتي هي الهند. وبيمسك باقي زمايله بينزل فيهم خبط لزق شزق مسق لحد ما بيكسر عليهم المكان بالكامل. الظابط بيقول له بقى تضرب كل دول علشان الكلمتين دول. بيطلع سيجاره من العلبه وبيضحك ولكن قبل ما يولع سيجارته بيكون الجوب العنيف بتاع سوريا بيولع. هو بيقول له من ساعه ما جيت المكان كنت عايز اولع سيجاره ولكن كنت محترم المكان. لقيتك انت مش محترم مكانك فما قدرتش احترمه. ناولنا الطفايه من جنبك. بيقول له انت جريء قوي وبجد عجبتني. طيب اكتب لي ورقه فيها اعتذارك لابن الوزير وادفع 25,000 روبيا كفاله وامشي. بيقول له مش دافع كفاله وانسى كمان موضوع الاعتذار. الظابط بيتضايق فبيدلق على وشه كوبايه ميه. ويا ويحام اللي هيحصل. سوريا بيغضب ويكفيك شر غضب سوريا. بيكسر بيه المكتب وبيكسر له دراعه ولكن رجالته كلهم بيتلموا حواليه. تفتكر ان ده هيفرق معاه يا صديقي؟ لا والله الكذب لو بيتباع كان زمان الكذاب سوريا بيصدره. بينزل فيهم تخبيط واحد ورا التاني ومحدش بيعرف يوقفه. عم الشبح ده بيمسك الخشبه دي وبيخبطوا بيها. ليه بس يا حبيبي ده ما بيتضربش ده تصلي ركعتين وتدعي عليه. بيلف عليه عينه في عينه شلوت واحد بيكسر له رجليه. بيكسر باقي الاسم عليهم ولكن الظابط بيرفع عليه سلاح. بيلف الناحيه التانيه وبياخد سلاحه ويمشي. الظابط بيخلص كلامه للظابط كونيل. هو بيقول له انا يا فندم ما كنتش اعرف انه ظابط وصدقني مش جاي علشان يعتذر لي ولا حاجه بالعكس انا جاي اعتذر له علشان بس اخد سلاحي. بيقول له مش عيب لما ظابط يتاخد منه سلاحه واثناء تاديه عمله. بيقول له انا اسف يا فندم. بينده على العسكري هو بيقول له انده لي سوريا. بيقول له سوريا راح يحقق مع الارهاب اللي في الزنزانه يا فندم. بيقول له نهار اسود. وسوريا بيكون وصل زنزانه الارهابي وبيدي له طبق اكل. بيقول له واو انا بموت في البرياني. بيقول له كل كويس علشان لو ما اتكلمتش معايا عادل هقتلك بعد ما تاكله. بيضحك وبيقول له انت فاكر اني هخاف من الكلمتين بتوعك دول. فبيخبطوا طلقه في نص دماغه لان سوريا مش جندي عادي يا صديقي. سوريا قائد زمايله متفوق عليهم في كل حاجه. تدريبات رقم 1 قوه رقم 1 سرعه رقم 1 مداهماته ومهماته كلها ناجحه وحتى في الالعاب الترفيهيه محدش بيعرف يغلبه. حلمه الوحيد يطلع على حدود بلده ويحميها ومتفوق في كل ده علشان يوصل لحلمه ولكن عيبه الوحيد متهور واما بيغضب ايده بتسبق دماغه. ولذلك الظابط كونيل بيقرر اما تيجي اللجنه يعاقبه. سوريا بيحضر وبيواجهه بكل مشاكله وخصوصا اخر مشكله بتاعت الارهابي. بيقول له قول لي يا سوريا مين قال لك تقتل الارهابي. بيقول له ما حدش يا فندم. بيقول له طيب ليه قتلته. بيقول له لانه ما اعترفش بجرايمه فزعلني قلت لازم ازعله. بيقول له نعم. بيقول له زي ما بقول لك يا فندم اكبر ارهابي كساب كان عندنا قبله كنا بناكله ونشربه لمده 3 شهور وايه اللي حصل بعد كل ده ما نطقش ولا بكلمه. بيقول له انت مالك احنا في جيش نظامي ماشي بقواعد وقوانين من وسط الجنود اللي عندي كلها من 7 سنين ما حدش مطلع ميتين اهلي غيرك. كنت بعدي لك كتير ولكن اكتفيت وجبت اخري من غضبك وكتر مشاكلك. من النهارده انت بره الخدمه يا سوريا. بيقول له لا يا فندم كده انت بتدمر كل احلامي. بيقول له انت اللي دمرت مش انا مش عايز نقاش في الموضوع اطلع بره. بيسيبهم ويمشي هو بيكون في منتهى الغضب. بيجي له الشخص اللي رباه هو بيقول له يلا بينا. بيقول له على فين. بيقول له على بره. انت بقيت زينا بالظبط جندي سابق. بيقول له هو كونيل كان بيتكلم جد. لا انا مش هسيب هنا مستحيل اتحرك قبل ما احقق حلمي. بيقول له حلمك تروح على الحدود ما هو ممكن تموت هناك. بيقول له هموت وانا
واقف اسد بحمي 1,250,000,000 انسان في بلدي. انا مش هتنازل عن حلمي ومش همشي من هنا الا على ظهري. بيقول له طيب ليه بتعمل مشاكل ومش مركز في حلمك؟ بيقول له مش هعمل مشاكل تاني. بيقول له قلتها قبل كده كتير. بيقول له اقسم لك بالبتنجانه اللي بعبدها دي اخر مره. بيقول له برضه حلفت لي قبل كده كتير. بيقول له علشان خاطري جربني المره دي. بيسمع كلامه وبيروح للظابط كونيل. هو بيقول له الواد سوريا ده خساره اما يسيب الجيش، عيل عنده مهارات، مقاتل ومتفوق على كل زمايله. بيقول له عندك حق بس برضه مش هرجع في قراري. بيقول له يا فندم ده مستعد يضحي بروحه علشان البلد. بيقول له يا عسكري مستعد تضحي بروحك علشان البلد؟ بيقول له اكيد يا فندم. بيقول له سمعت يبقى سلم لي عليه. هو بيسيبه ويمشي. بيقول له استنى يا فندم انت بتدي فرص كتير للمجرمين، مش معقول مش هتدي فرصه كمان لواحد من رجالتك. بيقول له اقنعتني نديله فرصه كمان ولكن بشرط واحد. بيسيبه وبيروح لسوريا. بيقول له ها وافق يديني فرصه؟ بيقول له انسى الموضوع لانه طلب مستحيل تعرف تنفذه، ولو حاولت نسبه نجاحك هتكون 1%. بيقول له يعني في امل؟ ايه هو الطلب؟ بيقول له طالب توقيع شخص مهم في البلد. بيقول له هيكون مين يعني؟ ان شاء الله لو كان رئيس الوزراء هحاول اوصل له. بيقول له يا ريت كان رئيس الوزراء، ده راجل عادي جدا ولكن استاذ علم نفس من الدرجه الاولى، الاول في الهند والثالث عالميا. اي شخص في الهند بياخد توقيعه بيبقى من افضل الشخصيات في الهند بالكامل، اسمه الاستاذ رام كريشنا راجو. سوريا بينصدم ولكن ما بيكونش عنده حل غير انه يروح له وياخد توقيعه. وفعلا بيروح له مكتبه، بيقابله بكل احترام وبيقول له اتفضل. بيكون معاه ملف سوريا وبيقول له قول لي انت مين؟ بيقول له انا جندي يا فندم. بيقول له ما تتسأل انت مين تقول اسمك مش مهنتك. بيقول له مهنتي هي اسمي، سوريا يعني جندي. بيقول له ده بالنسبه لك، اما بالنسبه للعالم سوريا يعني الغضب. هسألك تاني مين انت؟ بيقول له بقول لك ايه يا فندم انا جاي اخد امضتك مش جاي اعرفك بنفسي. بيقول له وقتي معاك انتهى، بكره الساعه 10 الصبح الاقيك هنا. هو بيسيبه ويمشي. بيخش عليه كشوري بيقول له انت جيت دلوقتي وعايز تاخد الامضه وتمشي؟ هو انت فاكرها كوسه؟ انا بقالي زمن هنا مستني توقيع منه. بيقول له يا جدع ده انا فاكرك شغال عنده. بيقول له للاسف مش انا بس اللي مستني توقيعه، كل اللي في المكان دول جايين لنفس الغرض. سوريا بيبص على رام وهو بيلعب مع تلامذته ومراته، بيركز معاهم ونظراته ليهم ما بتكونش مفهومه. بياخد العربيه وبيخرج يتمشى في المدينه، بيلاقي ابن شالا ورجالته بيبلطجوا على الناس في الشارع. بيخلصوا ويمشوا. كيشوري بيقول له الحمد لله ما حدش ضربنا فيهم. بيقول له مين دول؟ بيقول له ده ابن شالا ورجالته. بيقول له مين هو شالا ده؟ بيقول له ده راجل مفتري تقدر تقول عليه بياخد اي حاجه هو عايزها عافيه. هدي لك مثال، في شخص اسمه ليسي عنده اراضي كتير وعيشته مرتاحه. شالا بيروح له في بيته وبيقول له انا عايز ارضك واوعى تفكر اني خايف منك، انا لو خايف ما كنتش جيت هنا لوحدي ومش همشي من هنا الا لما اكون واخد بيتك وارضك. ليسي بيلز عليه واحد من رجالته ولكن ابن الهرمه بيكون شايفه وبيخلص عليه. بيخش عليه التاني برضه بيخلص عليه. المهم يعني بيخلص عليهم بالكامل وهو بياكل. يا اخي حتى الكدبه حرام على الاكل. المهم بيخلص كدب واكل وبيقول له انا هخش اريح هناك، اياكم حد يجي ويزعجني. وفعلا بيروح ينام. بيسي بيغضب فبيجري عليه بالسيف ده وبيكون خلاص هيقتله ولكن مراته بتقول له بلاش ما تخليش كبريائك يدمرنا. وفعلا بيسمع كلامها وبيديله الارض والبيت وكمان شالا بيشغله خدام عنده. سوريا بيسمع القصه وتاني يوم بيروح للاستاذ رام في الميعاد. بيقول له قول لي بقى عندك اصحاب؟ بيطول باله وبيقول له ما عنديش لان كنت بضربهم كلهم. بيقول له طيب حبيت قبل كده؟ بيقول له ليه الاحراج ده يا فندم؟ بيقول له انا عارفهم كلهم بس عايز اتاكد ان كنت حبيتهم ولا لا. بيقول له حبيت مره واحده في حياتي وهي البنت الوحيده اللي حبيتها من قلبي. بيقول له ما اعتقدش انك كنت رومانسي، مش بعيد كنت بتضربها. بيقول له لا بس كانت بدايتنا عنيفه، شخص عكسها فانا ضربته، سبتها ومشيت وهي فضلت تمشي ورايا. كنت بغني كالعاده في حفله وهي جت ورايا علشان تسمع غنوتي، واما الناس مشيت خدت بالي منها وغنت لها اغنيه ليها مخصوص. ومن هنا بدات قصه حبنا، قضيت معاها اجمل فترات حياتي وكنت شايفها مناسبه جدا ليا. بيقول له انت هتنام لي على الكرسي؟ ايه سبب انفصالكم؟ بيقول له ما انا جاي لك في الكلام، ما هو لو صابر القاتل على المقتول ما كانش هيعلق محلول. بيقول له طب انجز. بيقول له قابلتني في يوم وقالت لي لازم تقابل ابويا علشان نتجوز، وفعلا رحت اقابل ابوها ولكن لما شافني انصدم لاني قبلها ب6 شهور كنت مكسر عليه الجيتار في السوق. كان عايزني اعتذر له ولكن انا مرضتش وسبته ومشيت. وحبيبتي فرشه جت ورايا البيت وبتقول له انا بحبك، هو انت ليه بتتخلى عني؟ بيقول لها غصب عني كبريائي مش سامح لي، ولكن اقسم لك انت الانسانه الوحيده اللي حبيتها من قلبي، هرجوكي ما تبعديش تاني عني. بتقول له انا مستحيل ابعد وكمان خايفه عليه علشان خاطري بلاش شغل الجيش. بيغضب وبيقول لها انت اتجننتي وازاي بتتكلمي بالطريقه دي عن الجيش؟ بتقول له انا مش قصدي حاجه. ما بيسمع لهاش وهو بيكسر في كل حاجه حواليه. ابوها بيخش عليهم وهو بيقول لها عمل فيكي ايه؟ بيقول له انت مالك يا جعر انت؟ ايه دخلك ما بيننا؟ بيقول له انت قبل كده ضربتني في السوق، ايه عايز تعملها تاني؟ بيقول له ايه المشكله؟ فبيرزعوا قلم. فرشه بتنصدم بتقول له ده عمي وانا بعتبره والدي ومش هكمل معاك الا لو وطيت على رجله واعتذرت له. بيقول لها انا وطي على رجل الجعر ده؟ انت اتجننتي، هلا يا بت من هنا، لا عايز اشوف وشك ولا وش عمك تاني. بيخلص كلامه واستاذ رام بيستغرب
هو بيقول له الانسان الطبيعي بيكون محتاج اسره، اصدقاء، جواز، استقرار. انت بقى ما عندكش اي حاجه من ده كله. في كام شخص موجودين في حياتك؟ ولا حد، صح؟ واكيد عارف ان كل ده بسبب غضبك. بيقول له عارف. بيقول له عاجبك؟ بيقول له لا، ولكن اللي انا فيه ده مش غلط لان دي شخصيتي. بيقول له انت مغرور، انت معدوم الشعور، انت المفروض تاخد جايزه نوبل في الغرور. وزي ما قلت لك زمان يا ابني لما سبتني انا وامك ومشيت من 10 سنين فاتوا، طول ما غضبك وغرورك مسيطرين عليك هتعيش الباقي من حياتك تعيس وحيد في الدنيا. سوريا بيضحك. بيقول له ايه اللي بيضحك؟ بيقول له ولا حاجه. بيقول له اسمع سوريا، ان كنت مش متقبل كلامي امشي، الباب مفتوح قدامك، وان ما كنتش فاهم اسال وانا هجاوب عليه. بيقول له لا كمل انا سامعك. بيقول له طيب قول لي كنت بتضحك ليه؟ بيقول له لاني كنت متوقع ان ده يحصل، هتجيبني تقعدني قدامك وتخش في تفاصيل حياتي الشخصيه وتحاول تعدل فيا، وصدقني ده مش هيحصل. بيقول له ده اللي المفروض اعمله قبل ما اديك التوقيع. بيقول له ايه دخل التوقيع في قصه حبي؟ قدامك ملف بالكامل تقدر تعرف كل حاجه تخصني في شغلي. بيقول له دي اجراءات يا سوريا. بيقول له لا يا فندم، انت عايزني اتكلم بنفسي عن فشلي وتبقى انت اللي صح وانا اللي غلط، وكل ده علشان تسد النقص اللي جواك وامشي على هواك. عايز تعمل اللي معرفتش تعمله زمان. الناس بتحبك واي حد يتمنى يسمع منك خطاب الا انا، رافضك ورافض الكلام معاك ورافض نصيحتك، ومن سوء حظ الجيش بعتني اخد امضتك وانت مستغل ده علشان تطفي النار اللي قايده في قلبك من ناحيتي. بيقول له لسه مغرور زي ما انت مش هتتغير. بيقول له ان كنت انا مغرور فيبقى انت ملك الكبرياء والغرور. عندك طلاب كتير بتدرس لهم، بتقابل الناس بمواعيد وبتتكلم بكل كبرياء، والمصيبه ان الكل شايفك استاذ رام ملك علم النفس، الكل شايفك حاجه كبيره جدا، انما انا شايفك عادي جدا، وكمان شايفك اقل من العادي بشويه. بيقول له عارف من يوم ما سبتني عمرك ما جيت على بالي ولا افتكرتك. عارف ليه يا سوريا؟ لاني انا اتجوزت صغير في السن وما كنتش عايز اخلف، وانت جيت على الدنيا دي غلطه، من يومك عبء على قلبي. يا رب تكون فهمت اني مش حابك ولا طايق وجودك جنبي. سوريا بينصدم. هو بيقول له مين قالك اني عايزك تحبني؟ هو اللي عايز اكون جنبك اصلا. بيكسر له المكان هو بيسيبه ويمشي. بيرجع له تاني هو بيقول له انت كذاب، انا طول عمري في بالك وانت دلوقتي مرعوب مني، خايف بعد العمر ده كله اقول اني ابنك قدام تلامذتك والناس اللي بتحبك، ساعتها هيبتك هتروح وهتبقى قدامهم حاجه صغيره قوي. بيقول له بجد؟ هنعرف دلوقتي. بيتصل بالمساعد بتاعه وبيقول له اجمع لي كل تلامذته بسرعه، وفعلا الكل بيحضر في القاعه وبيطلع رام قدام المايك وسوريا بيكون واقف جنبه. هو بيقول له الطلبه طبعا كلكم عارفين ان سوريا جندي في الجيش وجه هنا علشان ياخد توقيع مهني مني، ولكن في الحقيقه واللي خبيته عنكم ان سوريا ده يبقى ابني. الكل بينصدم. بيقول لهم بالظبط سوريا ده يبقى ابني، ولكن انا مش حابب اسمع منه كلمه ابويا لانه ما شرفنيش انه يكون ابني. بيروح لسوريا وبيقول له ايه رايك؟ اللي كنت فاكرني خايف منه انا قلته بنفسي، اطلع بره مكاني حالا. بيقول له نعم. هو انت كنت فاكرني عايزك تلم لي العيال دي وتقول قدامهم اني ابنك؟ لا يبقى انت ما فهمتش كلامي. باختصار انا الجيش بعتني اخد توقيعك علشان يبعتوني على الحدود، وانا بقى مش همشي من هنا الا لما اخد التوقيع اللي هيحقق لي حلمي. هو مستعد اكسر اي ايد ممكن تبعدني عنه حتى لو الايد دي كانت ايد والدي. بيقول له انت عملت ايه علشان التوقيع؟ بيقول له انت طلبت مني حاجه اعملها علشان التوقيع؟ بيقول له انت كل اللي بتعمله من ساعه ما انا جيت بتقعدني قدامك تسمع قصه حياتي. بيقول له 21 يوم. بيقول له يعني ايه؟ بيقول له تقدر تسيطر على غضبك لمده 21 يوم وتستخدم عقلك بدل ايدك في حل المشاكل. اعتبره تحدي بيني ما بينك، ولو كسبت هوقع لك بدل المره 100 مره، ولو خسرت مفيش توقيع مني، ومن بكره هيبدا التحدي. بيقول له عداك العيب، لو قلت لي كده من ساعه ما جيت كان زماني مخلص نص الايام، ولكن ملحوقه هرجع لك هنا تاني في نفس المكان، وزي ما تحدتني هخسرك وهخليك تطلع بنفسك تعلم مكسبي. هو بيسيبه ويمشي. بيطلع بره بالعربيه وهو بيكون في منتهى الغضب، ولكن بيلاقي ابن شلا والبلطجيه بتوعه سادين الطريق، هو بيضربوا في الناس كالعاده، بيفضل يكلكس لهم ولكن محدش بيوسع، فبيروح عليهم زي الطور الهايج ومن غير مقدمات كتير بيطلع كل غضبه فيهم، ولا واحد فيهم بيعرف يوقفه، ولكن ولاد الهرمه بيتلموا عليه من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ قولها معاه يا صديقي، لا والله بيطير عليهم زي الحمامه وبايديه بيطيرهم كلهم، وانا كمختار مصدق. المهم بيمسك ابن تشالا بيشلشل وشه وهو بيقول له ان قابلتك في اي مكان بالغلط مش هرحمك، هو بيسيبه ويمشي. كيشوري بيقول له هببت ايه؟ ده انت مالكش ساعه خارج من هناك وخسرت التحدي. بيقول له التحدي هيبدا من بكره يا غبي، وفعلا بيروح يرتب مكانه الجديد وبينام. وتاني يوم بيخرج مع كيشوري وهم بيتكلموا مره واحده رجاله شارع بيكسروا في كل حاجه حواليهم، بيقفلوا المحلات وبيعملوا حظر تجوال في المنطقه. كيشوري بيقول له يلا بينا قبل ما يضربونا. بيسمع كلامه ويرجعوا تاني على البيت، ومره واحده بتظهر له امه، ولكن بيكون شكله اتغير ما بتعرفهوش. بتقول له بعد اذنك يا ابني انا في ست بتولد عندي محتاجه الحقنه دي معلش بسرعه هاتها لي. بياخد منها اسم الحقنه وكيشوري بيقول له بلاش هتخسر كل حاجه، ولكن ما بيسمعلوش هو بيسيبه ويمشي. بيروح يفتح باب الصيدليه وبياخد الحقنه ويمشي، وهو راجع رجال شارع بيقابلوه
وبيقولوا له على فين يا روش؟ مش شايف ان في حظر تجوال في المنطقه؟ وبعدين ايه اللي في ايدك ده وجبته منين؟ بيقول له انا فتحت باب الصيدليه وخدته، عندي حاله طوارئ حياه او موت. بيقول له في الحظر يبقى الموت، وبياخد منه الجرعه يكسرها. سوريا بيغضب ولكن بيفتكر التحدي بيهدي اعصابه وبيرجع تاني على البيت. كيشوري بيقول له ما انا قلت لك بلاش. بيقول له اخلص خالص، وبيطلع حقنه تانيه من جيبه. بيقول له كنت عامل حسابي وعارف ان ممكن حاجه زي دي تحصل، فخدت جرعه تاني احتياطي. امه بتشكره وتاني يوم بتعمل له علبه اكل، وبتقول له رام في طالب من طلابك جدع قوي، الواد اللي اسمه سوريا ده، الواد ده كويس قوي، يا ريت تاخد علبه الاكل دي تديها له. بيقول لها كله للواد ده بالذات، على جثتي اشيل الاكل واديهوله. بتتحايل عليه فبيضطر ياخد الاكل وبيفضل مستني سوريا لحد ما يجي. بيقول له ايه ده؟ امي اللي بعتلي ده صح؟ اكيد طبعا، حركه زي دي ما تطلعش منك. بيقول له خد الاكل اطفح بالسم الهاري وتغسل العلبه قبل ما تجيبها. الاتنين بيضحكوا او بيسيبوه ويمشي. رابع يوم سوريا بيخرج بالعربيه وبيوقف واحد من رجاله شالا. بيقول له ازيك يا فخم، عربيه رئيسنا عطلت وانت اللي هتشتغل السواق بتاعه النهارده. منعا للمشاكل بيوافق وبيوديه الاماكن اللي عايز يروحها، من ضمنهم بيروح لشخص اسمه مصطفى. شالا بينزل له وبيقول له ازيك يا مصطفى، مش هترجع عن اللي في دماغك وتديني الارض دي؟ فكر في ابنك اللي عايز يتعلم ويطلع دكتور، فكر في بناتك اللي كبروا وعايزين يتجوزوا، كل ده منين يا مصطفى؟ عموما شئت ام ابيت ذوق عافيه هاخد الارض دي. بيقول له في يوم من الايام كنت واقف على الحدود بحمي البلد، فاكيد حكومه البلد هتحميني منك. بيقول له بقى تعالى حميني لو ده حصل، هديك مهله 4 ايام، وان شرطي ولا وطني واقف معاك مش هقرب ناحيتك تاني. قول لي ابنك يفوق يا حاج، ولا انت يا انور؟ قول لابوك يفوق يا ابني. هو بيسيبهم ويمشي. سوريا بيروح لكشوري بيقول له مالك ايه اللي معصبك كده؟ بيقول له انا كنت هنفجر النهارده، اللي اسمه شارع ده مجرم ما عندوش رحمه، لولا اللي انا فيه كان زماني قتله ومخلص الناس من شره. بيقول له روق بس وتعالى نشرب. بيشرب معاه وتاني يوم بيصحى فريش. كشوري بيقول له لا المزاج مظبوط النهارده. بيقول له اصل قبل ما انام حسبتها صح، انا حاسس اني بتغير وما عنديش حل غير اني اقبل بالامر الواقع، وزي ما تقول بدات اتعود، شفت ظلم كتير وسكت عليه، فخليني في حالي واعيشها زي ما تيجي. بيقول له هو ده الكلام، ولكن بيخرج بره بيلاقي رجاله شارع راكبين عربيته، وقائدهم بيقول له الرئيس معجب بعربيتك وبعت لك الموتوسيكل ده بيقول لك مشي حالك بيه. سوريا بيغضب ولكن بيكون متكتف كالعاده، ورام بيكون مراقب كل تحركاته. سوريا بيسيبهم ويركب المكنه وبيودع شخصيته القديمه، بيودع الجندي المقاتل اللي جواه، وكمان بيروح لابو فرشه حبيبته بيركع تحت رجليه ويعتذر له. بيرجع تاني لحبيبته فرشه وبيكون فاضل 10 ايام ويكسب. في الوقت ده الحاج مصطفى بيروح اسم الشرطه وبياخد معاه كل ميدالياته اللي كسبها لما كان جندي في الجيش، ولكن الضابط بيقول له انت مجنون عايز تقف في وش شالا؟ بيروح اسم تاني الضابط بيقول له نفس الكلام وبيرمي له الميداليات بتاعته في وشه. بيروح البيت يصلي، وتاني يوم الاعلام بيتكلم عن خبر وفاته وبيقول له انه سرب معلومات سريه عن الدوله وخاف لا يمسكوه فانتحر. وقائد رجاله شالا بيروح لسوريا وبيقول له خلي الراجل ده عندك علشان جاي له ضيف النهارده. بيوافق علشان يتجنب المشاكل، والشخص ده بيقعد معاه بيطلع عين اهله، كل شويه بينزله تحت يجيب له حاجه، وكل ده رام بيكون مراقبه. والشخص اللي مع سوريا ده بيتمادى، والضيف اللي بيكون جاي له واحده ست. سوريا بينصدم بيقول له خليك بره لحد ما اخلص مصلحتي واندهلك. سوريا بيقف بره بيته تحت المطر، وابوه رام بيكون واقف بيتفرج عليه. وانور بعد موت ابوه بيتاثر وبيرمي ميداليات ابوه بره البيت. جده بيقول له انت اتجننت؟ بيقول له انتوا اللي مجانين، دايما بتكلموني باسم الوطن والبلد، ولكن هنا في البلد بيعاملونا اسوأ معامله لاننا مسلمين، دي مش بلدي. ابويا فضل طول عمره يخدم البلد واتقتل ظلمه، اللي كان يخدمهم اتهموه بالخيانه. احنا بدأنا بالخير ولكن كان الرد شر، خليني ابدأ بالشر واكيد هلاقي الخير. وبيسيب البيت ويطفش. في الوقت ده رام بيقول لمراته ابننا سوريا لسه عايش وكمان هيجي هنا دلوقتي. بتقول ازاي وفين هو؟ بيقول لها بمجرد ما يجي هنا هتعرفيه لوحدك. وفعلا بمجرد ما سوريا بيخش الحفله بتروح عليه جري وبتقول له انا كنت حاسه، وبتاخده في الاوضه تقفل عليه. جرايه يا وليه ده ابنك؟ بتقول له كنت فين من زمان؟ كنت عايش ليه في مكان انا مش موجوده فيه؟ طب اتصل بيا عرفني انك لسه عايش. غور من وشي مش عايز اشوف وشك، تعالى هنا رايح فين؟ وبتاخده بالحضن. سوريا بيرجع تاني يعيش معاها في البيت والدنيا بتكون ماشيه معاه زي الفل، ولكن الشرطه بتستدعيه. بيروح هناك بيلاقي ابو مصطفى. الضابط بيقول له ده ابو مصطفى وانا اللي ماسك قضيه قتل ابنه، كاميرات المراقبه جابتك وانت في الجراج اللي اتقتل فيه ابنه. في المكان هناك ما شفتش اي حاجه غريبه. سوريا بينصدم وملامح وشه بتتبدل. بيقول له لا انا ما شفتش حاجه. ابو مصطفى بيقول له ارجوك ركز يا ابني انت املنا الاخير. الضابط بيقول له ما تقلقش يا عمي، الراجل ده بيقول الحقيقه لانه جندي في الجيش وكمان مشهور باخلاقه العاليه. بيقول له انت تعرفني؟ بيقول له انت الضابط سوريا مثال الاعلى في الدنيا، لما كنت في الشرطه جديد كنت عندكم وانت اللي كنت بتدربني، وساعتها
قلت خطاب عمري ما هنساه في حياتي. قلت كل واحد فينا عنده حلم وفي يوم من الايام هيحققه، وكل يوم هيتقدم اكتر في حياته. المهم لما تبص وراك تلاقي الشخص اللي حقق الحلم هو اللي عايشه ما اتغيرش. اياك تخسر او تغير شخصيتك ومبادئك مهما حصل، والا هتبقى خسرت كل حاجه في حياتك. الكل بيسقف له في الماضي، واما الظابط بيخلص كلام كل اللي في الاسم بيسقف له، بيقول له بعد اذنك صوره واحده يا فندم. ليه يا حبيبي هو مختار كوكلي؟ المهم بياخد الصوره وسوريا بيخرج من الاسم وبيكون في حاله انهيار لانه خسر شخصيته وبيعمل عكس اللي كان بيدرسه لتلامذته. سوريا بيكون شاف مصطفى وهو بيموت قدام عينيه وعارف مين اللي قتله. اللي قتله بيكون ابن تشالا، ولكن ابن تشالا بيقول له انت تاني بعد اللي انت عملته معايا وانا سكت لك، انت كمان هتسكت على اللي شفته والا هخسرك حلم عمرك والتوقيع اللي انت جيت هنا علشانه. علشان كده سوريا سكت وما قالش كلمه حقه قدام الضابط، ودي كانت اول مره تحصل في حياته. بيتدمر تماما واخيرا بيجي اليوم المنتظر. ابوه بيقف قدام المايك وسط الطلبه وبيقول له كان عندك حق يا سوريا لما قلت لي انك هتكسب وهتخليني انطقها بلساني. ايوه انت كسبت التحدي وانا هوقع لك حالا. بيقول له استنى يا فندم ما توقعش، انا ما كسبتش زي ما انا عايز اكسب، انا كسبت توقيعك وخسرت شخصيتي. بقيت جت معدومه الشخصيه مستحق الشرف ان اكون جندي في الجيش. قبل ما ابدا التحدي كنت فخور بنفسي، انما دلوقتي انا ما بقدرش ابص في المرايه لشكلي. انت كنت بتقول ان انا عايش لوحدي وطول ما شخصيتي كده هفضل عايش لوحدي. كلامك صحيح، كنت عايش لوحدي ولكن ما كنتش حاسس بده لاني كنت مكتفي بشخصي، كنت مكتفي بنفسي. انما دلوقتي عندي امي واصحابي وحبيبتي وابو حبيبتي. انا فين من كل ده؟ اذا انا مش موجود بشخصي ايه لازمه كل اللي حواليا؟ حلمي احمي الحدود والشعب، طب ازاي هحميهم وانا سكت على جريمه قتل حصلت قدام عيوني؟ ما قدرتش ادافع عن شخص واحد، يبقى ازاي هقدر ادافع عن 1,250,000,000 مواطن غيره؟ والاوسخ بقى اني سكت وما شدتش علشان يرجع له حقه. انا كرهت نفسي، اول مره احس بالغضب اتجاه ذاتي. تلامذتي لسه في شخصهم لاني انا اللي قلت لهم واخديني قدوه في حياتهم، وانا ازاي بقيت كده؟ هي لازمه حلم بدون شخصيتي؟ لا يا فندم انا مش هتغير علشان احقق حلمي. مش عارف ده صح ولا غلط بس انا كده وهفضل كده، وبدل ما هدور على حلمي هروح ارجع شخصيتي، هعيش وهموت بشخصي. واحد من الطلاب بيسقف له ومره واحده كل اللي موجودين بيسقفوا له، بيسيبهم ويمشي واخيرا بيرجع يبص لشكله تاني في المرايه. بيروح عند بيت ابو مصطفى بيلاقي رجاله شارع رموا النسوان بره البيت وكمان بيرموا عفشهم وهياخدوا البيت والارض بتاعتهم. وابن تشالا بيكون ماسك البنت الصغيره وبيقول له ايه اللي جابك هنا يا جبان؟ واحد من رجالته بيقرب ناحيته من غير مقدمات بيكسر له دراعه، كلهم بينصدموا وبيهجموا عليه. سوريا بيتحول لكابوريا يا صديقي، بيقصقص فيهم واحد ورا التاني وبيروح لابو مصطفى وبيقول له انا غلطان، انا شفت الكلب ده وهو بيقتل ابنك وساعتها ما كنتش قادر اتكلم، انا اسف حقك عليا. بيقرب واحد منهم وعينك ما تشوف الا التطويح فيهم يمين وشمال يا صديقي، بياخدهم سلخ ملخ ملس حلس فلس لحد ما بيخلص على اغلبهم. جزء منهم بيتخبى في العربيه فبيفجرها بيهم، شويه منهم بيستخبى وسط الزرع فبيولع في الزرع بالكامل. ابن تشالا بيجري منه ولكن بيروح وراه وبيجيبه من قفاه. بيقف قدام باب الارض وبيرسم خط قدام الباب وبيقول للباقي منهم بلغوا تشالا ان الارض دي باللي فيها بقت في حمايه سوريا والراجل فيكم يبقى يقرب من هنا. ما حدش بيقرب له فبيقرر هو اللي يروح لتشالا بيته، بيلاقيه بياكل بيقعد ياكل معاه وبيسيب يكون السفراج اللي في الاصل البيت بتاعه، ولكن سوريا بياخد له حقه وبيعمل في تشالا كل اللي عمله في بيسي. كل ما بيقرب واحد من رجالته بيخلص عليه وهو بياكل ولا شغله اي حاجه. الاتنين دول بيمشوا بالراحه جدا علشان سوريا ما يحسش بيهم، ولكن ابن اللعيبه بيكون شايفهم وبمجرد ما بيقربوا منه بيطيرهم لبره. ارحمونا بقى، ده انتوا يالا لو بتاخدوا الكذب في الوريد مش هتكذبوا بالشكل ده. المهم بيروح ينام على نفس الكرسي وتشالا بيسحب السيف وبيروح علشان يقتله، ولكن بيسي بيقول له بلاش، افتكر ان ابنك في ايده. بيرمي السيف وبيروح له هو بيقول له خلاص مش عايز ارض مصطفى ومستعد لاي طلب ممكن تطلبه مني، ولكن ما تطلبش مني ارجع لك مصطفى من الموت وما تقلقش انا متكفل بمصاريف بيته. ها ايه رايك؟ سوريا ما بيردش عليه فبيقوم يخبط على الارض من حرقه دمه. بيرجع له تاني وبيقول له طيب قول لي اعمل ايه علشان ترجع لي ابني؟ بيقول له ترجع لي انور اللي طفش من بيتهم بسببك وما نعرفش راح في اي اتجاه ولا ماشي ازاي بعد ما فقد الثقه في اهل بلده، مطلوب منك ترجعه والا هقلبها حرب وهبدا الحرب دي بابنك. في ثانيه الاعلام بيتكلم وبيقول ظهرت حقيقه الجندي البطل مصطفى واتضح ان حوار خيانه البلد ده تهمه متلفقه ليه واتقتل ظلم، ولكن بعد موته ابنه انور ساب البيت بسبب الظلم اللي تعرض له ابوه ومحدش يعرف عنه اي حاجه. لو كنت سمعنا يا انور يا ريت ترجع تاني بيتك. الدنيا بتتقلب على انور وبعد بحث مكثف اعلاميا ورجاله تشالا بيدوروا عليه في كل ركن في البلد ولكن ما بيلاقوهوش، لان انور بيكون في طريقه للتعاون مع الارهاب، بيكون خلاص هيبدا اول عمليه قتل ليه، ولكن قبل ما يقتل الشخص المطلوب الشخص ده بيقول له انت انور وبيوري له اللي حاصل علشان يرجع بيته.
بيته على اساس انه مخاصم التلفزيون يعني. المهم بيرجع والاف الاعلاميين بيستقبلوه، ونفس الاعلامي اللي قال على ابوه خاين بيقول له الحمد لله على السلامه يا انور، كلنا مبسوطين برجوعك لينا. فبيسيبه ويمشي. بيقول له طب انت مش مبسوط؟ سوريا بيقول لهم لا، وحقه ما يتبسطش بعد الكلام اللي اتقال عن والده بعد ما قضى شبابه في خدمه الوطن اتقال عليه راجل خاين. حتى لو رجع حقه رجع في وقت متاخر. عندك حق يا انور، وليك الحق تعتبر ان البلد دي مش بلدك. بيروح له بيقول له انا حاسس بيه، محدش كان مهتم بموت ابوك ودلوقتي الاف جت علشان تستقبلك. بيطلع له علم الهند وبيقول لهم لو فعلا حاسس ان الهند مش بلدك ارمي قدامهم العلم ده على الارض. بيسيبه وبيطلع جري على سطح البيت وبيرفع علم الهند قدام الكل، والكل بيكون في منتهى السعاده برجوع انور لبيته. ورام بيكون مازال متابع كل تحركات سوريا، هو بيكون مبسوط بابنه. قائد سوريا في الجيش بيستدعيه وبيقول له سوريا نجح في الاختبار. بيقول له لا فشل، استغنى عن حلمه ولكن ما قدرش يستغنى عن شخصه. وده حلم سوريا، انه يروح يقف على الحدود بدون اي تغيير في عاداته. تقريبا انا كتبت وقريت جميع كتب علم النفس، ولكن الكتاب اللي ما قريتهوش في حياتي هو سوريا. مش بتكلم عنه كده لانه ابني، انا بتكلم كده علشان فخور بيه، ودي امضتي يا فندم. وسوريا بيكون قاعد على البحر بيلاقي شخص جه جنبه، بيكون ابوها صديقي. بيقول له ازيك يالا، خد جبت لك وظيفه جديده. بياخد الجواب منه وبيقراه، بيكون جواب حلم عمره صديقي. الجواب بيكون فيه الموافقه بخدمه سوريا على حدود الوطن. بيقرا اللي فيه وبيغرق الارض بدموعه. ما هو اللي قدامه ده مش بحر يا صديقي، دي دموع سوريا من الفرحه. بيقول له شكرا يا بابا، وبياخده بالحضن. بيقول له انت وحشتني قوي. بيقول له انت وحشتني اكتر بكتير يا ابني. والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده، وسوريا اخيرا بيحقق حلمه وبيروح يقف على حدود الوطن. وهنا بينتهي الفيلم. كلمه من قلبي لكل جندي مصري واقف على الحدود، انت واقف بسلاحك ومستعد للموت علشان انا وملايين غيري يعيشوا في امان وسلام. انت واقف صاحي علشان انا وغيري نعرف ننام. تسلم يا وحش، وشكرا من دلوقتي المليار سنه قدام. ما تنساش يا صديقي تخش تاخد لفه في القناه وتشترك فيها وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.